السلام عليكم. اولا كنستضيفوا عبر الهاتف السي رضا الزعيم، احد المسيرين القدماء ومنخرط داخل المغرب الرياضي الفاسي. سي رضا، بغينا نعرفوا المستجد حول الانخراط ديالك وماذا يجري ويقع داخل المغرب الرياضي الفاسي، لان مشيتي تحط الانخراط ديالك ولقيتي واحد الكونت، وهذا عطينا واحد التفسير شامل حول هذه الوضعيه ديال المغرب الفاسي والمشكل ديال الحساب البنكي. سلام سي نمروش، سلام جميع المستمعين الكرام. أنا كنت بعدت من الماس واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات، ولكن تفائلت فجأة السي بوزوباع والناس اللي معاه في الشركة، السي عمر بن نيس والسي علي بن جلون. تفائلنا أن في المغرب فاسي غادي تولي زعما من الفرق الكبار وتلعب على الألقاب وداكشي. كنا سنخرطوا في المغرب الفاسي. مشيت البارح الصباح باش نحط الخيرات ديالي في البنك ديال التجاري وفا بنك، وتنتفاجأ بان الحساب البنكي ماشي في سميت الجمعيه وفي سميت شخص بيرسون فيزيك. وتفاجأت، قلت او واش حنا دابا نخرطوا في المغرب فاسي ولا غادي نخرطوا عند السي عبد الغني؟ دونك درت واحد الشكايه، صيفطتها لجميع الماكلين كرة القدم سي القشع، وصيفطتها للعصبة الاحترافية، وصيفطتها للجنة الأخلاقيات، لأن ديجا هاد لو دوسي بحالو داز في واحد المدينة بلا ذكر اسمها، والناس مشاو لجنة الأخلاقيات وتوقفوا داك الناس. حنا ما بغيناش نمشيو للقضاء، هذه رياضة، ما بغيناش نوصلوا لشي حاجة اللي غادي زعما نبقاو في الرياضة. وتتمنى ان لجنة الأخلاقيات تاخذ الموقف ديالها في هذا لو دوسي هذا، لان اوجوردي عندنا واحد لي زانفيستيسور اللي باغيين يكبروا بهذا الفريق المغرب فاسي، خصنا كلنا نعاونوهم، لا القدماء ديال المسيرين ولا الجدد. حنا تندعموا السي محمد بوزباح والاخوه اللي معاه باش ياخذوا الجمعيه ويكبروا هذا الفريق ويزيدوا به القدام. وهذا ما تنتمناه الجماهير الفاسيه تكون فرحانه بهذا السيد هذا وبهاد الناس ديال اللي جاوا الشركه، ويكون خير ان شاء الله، لان المغرب فاتي بغيناها تكون كبيره ان شاء الله بالالقاب ديالها بكل شيء ديالها، بحال اللي كنا دينا في الثلاثيه في 2011 مع السي مروان بناني والاخوه اللي كانوا معنا في المكتب، وكنا يد في يد وكنا منسجمين، والحمد لله جاب الله التيسير في تاسيس الالقاب في عام واحد. وتنتمنى بان هاد الناس هادو من غادي يجيو حتى هما ان شاء الله غادي يجيبوا معهم الالقاب وغادي نزيدوا القدام ان شاء الله باش نفرحوا الجماهير الفاسيه. وشكرا.